بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناورة عسكرية إسرائيلية في غزة والضفة الغربية، بينما قيادات الحركات الفلسطينية على اختلاف توجهاتها وأماكنها تتواصل مع سلطة السيسي. هنية كان في القاهرة لمباحثات مع سلطة السيسي التي تواصل تأييد سلطة الاحتلال والتي هي جزء لا يتجزأ من قمة العقبة. وبالمناسبة موسى أبو مرزوق قال إن المباحثات مع الجانب المصري لم تتطرق إلى قمة العقبة واقتصرت على الموقف بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين. ستستمر هذه اللقاءات، سيستمر هذا التشاور مع إخواننا جميعا مع مصر وغيرها، وأعتقد بأنه إحنا أمام إن شاء الله مرحلة واعدة في العلاقة بين الشعب الفلسطيني وبين مصر. والحقيقة باختصار هي أن سلطة السيسي يمكنها التخلي عن فلسطين، أو بالأحرى تخلت عنها فعلا، لكن لا يمكنها التخلي عن سلطة الاحتلال، وهو أمر لم يبدأ ولن ينتهي اليوم، لن ينتهي إلا بتحول جذري في المشهد، والمشهد يتحول جذريا بالفعل ولكن في الاتجاه العكسي. وسواء في ظل تحولات الواقع الراهنة أو قبل ذلك فإن السيسي شريك لسلطة الاحتلال. واسمعوا شهادة هذا الرجل التي أدلى بها في 9 يوليو عام 2014، شهادة عن مشاركة السيسي لإسرائيل أثناء الغارات التي شنتها على غزة، والتي بلغ عددها 160 غارة في اليوم السابق على الإدلاء بالشهادة. ثانيا، ونحن هذا واضح من شان حكومة إسرائيل، ونحن في أمل في إسرائيل للتدخل المصري من شان الحكومة المصرية. حماس كان تصريحات من مصر، من حكومة مصر كان تصريحات عشان حكومة حماس هي حكومة إرهابية. هذا كان ليس من حكومة إسرائيل، من الحكومة العسكرية المصرية. ويعني في اليوم أنا بعتقد في مشاركة بين إسرائيل وبين مصر، وفي مصلحة لمصر وفي مصلحة لإسرائيل، وفي تنسيق أمني في سيناء. وأنا بعتقد في أمل لو وقف هذا العملية وسفك الدم في احتمال، أنا بعتقد في أمل لو وقف هذا خلال أسبوع أسبوعين. وهذا أمل ولكن من كلامك سيد روبنشتاين في هذه الحالة لا توجد وساطة مصرية. من كلامك ما يفهم بأن هناك تحالف مصري إسرائيلي ضد المقاومة، وهذا يختلف تماما عن الوساطة. مظبوط. في يعني تفاهم بين إسرائيل وبين مصر على حكومة الحماس، وفي مصلحة لإسرائيل ولمصر لسقوط سيطرة الحماس على قطاع غزة، وفي تفاهم، وفي يعني هذا مصلحة مشاركة لإسرائيل ولمصر.